بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نحضر معاكم كسرة محشية ولا فطائر المقلاة بعجينة خفيفة ومقرمشة وبحشو اقتصادي وبزاف بنين. باش نحضروا العجينة تاعنا نحتاجو 4 كيسان فرينة، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة ماشي معمرة مليح خميرة الخبز، نصف ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، وعندنا ملح، ونص كاس زيت، وكأس ماء دافئ. في غيسيبيون نبدا نحط المكونات الجافة تاعي، نبدا نحط الفرينة والخميرة الخميرة تاع الخبز والخميرة الكيميائية والملح والزيت. نخلط كامل المكونات تاعي، والسكر نسيته. نزيد نضيف الماء الدافئ باش نجمع به العجينة تاعي. نكمل نطم العجينة تاعي حتى تولي لي متجانسة. كي نكملوا نطموا العجينة تاعنا نحطوها فوق لو بلون دو طرافاي ونعجنوها شوية باش تولي لنا ملساء من الفوق. بعد ما نعجنوا العجينة تاعنا نرجعوها للغيسيبيون ونغطيوها ونخليوها ترتاح باش يتضاعف الحجم تاعها، ومن بعد نجو نخدموا بها. باش نحضروا الحشو تاعنا نحتاجو البصل وفلفل الحلو مقطع صغير وطوماطيش، ونحتاجو مكعب جنبو دجاج، فلفل كحل، طوماطيش مصبرة وشوية ثوم. نبداو نحضروا الحشو تاعنا في مقله نديرو فيها زيت نخليه حتى يسخن، ومن بعد نحطو فيه البصل نخليه حتى يذبل شويه، ومن بعد باش نضيفوا له الفلفل الحلو اللي كنا قطعناه الى قطع صغار. نزيدو فوقهم الطوماطيش، حبة طوماطيش. نحركوا المكونات كامل. نزيدو نجيبو الثوم تاعنا والطوماطيش المصبرة نضيفوهم للتشكشوكة. نزيدو الملح والفلفل الكحل ونخلطو كامل المكونات تاعنا. ومن بعد نرجع للتشكشوكة تاعي، نزيد نضيف لها المكعب نتاع جumbo اللي كنت فتتو، نزيد نخلط مليح. ومن بعد نزيد نجيب الزيتون تاعي، عندي الخضر وكحل قطعتهم صغار، ونضيفهم للتشكشوكة تاعي ونخلط ونخليها حتى تتشرب لي كامل الماء، ومن بعد نطفي عليها ونخليها تبرد. هنا بعد ما خمرت العجينة تاعي نديغازيها، ومن بعد نجي نقسمها الى كريات، 3 كبار شوية و3 صغار. الكريات الكبار نديرهم من التحت، الصغار نديرهم نغلق بهم الخبزة تاعي ولا الكسرة تاعي. انا بعد ما قطعتهم نخليهم يرتاحوا شوية، ومن بعد باش نجي نخدم بهم. هنا بعد ما ارتاحت العجينة تاعي نجيب الكرية من العجينة اللي قطعتهم كبار، ونبدأ نحل فيها بالحلال على شكل دائري، نحلها حتى تولي لي رقيقة. ومن بعد نجيب البابي كويسون نحط العجينة تاعي من الفوق، باش من بعد كي نحب نرفدها نحطها فوق المقلة تعاوني في الخدمة. هنا بعد ما حطيت العجينة تاعي فوق البابي كويسون وحليتها رقيقة، نجيب جبن ابيض تاع الطلي، انا درت تاع اللي يتباعوا في البيدون، ندير شوية فوق العجينة. ومن بعد نجيب الحشو تاعي
ندير من الفوق هكذا كما راكم تشوفوا. نزيد ندير شويه جبن مبشور، اي نوعيه متوفره عندكم. اذا ماشي متوفر ما ديروش، ديروا غير تكتوكه. الكسرات تاعكم تجيكم بزاف بنينه. وهنا انا كنت حليت العجينه ودرتها فوق هذا التكتوكه، هذاك المقطع تحذف ليه المعذره. نجيب بانسو نشمخو بشويه ماء وندهن به كامل الاطراف تاع العجينه، ومن بعد نغلق الكسره تاعي بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. وانا كنت حطيت مقله فوق النار تسخن ودهنتها بشويه زبده ولا مارغرين، وندي الكسره تاعي نحطها في المقله باش تبلي. البابي كويسون راح يساعدنا بزاف في الخدمه. نجيب شويه مارغرين ولا زبده ندهن بها الكسره تاعي من الفوق باش كي نقلبها ومن بعد تدبلي كامل بنفس الحموريه. نحرك الكسره تاعي غير بالعقل. هنا نجيب اي اداه اللي تساعدني باش نقلب الكسره تاعي. هاي ديك الكسره تاعي بعد ما تحمرت لي من هذه الجهه، نبقى نحرك فيها غير بالعقل باش تستبلي كامل كيف كيف. نضغط عليها هكذا غير بشويه حتى تستبلي كامل. بعد ما تستبلي الكسره تاعي ننحيها ونحطها فوق كرياج تاع الفور ونخليها تبرد باش ما تتنداليش من تحت، تبقى لي الكسره تاعي مقرمشه. هاي ديك الكسره تاعي بعد ما طابت جات لي محمره ومقرمشه والحشو جا بزاف بنين. هنا نكونوا كملنا وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم وتشتركوا في قناتي وما تبخلونيش باللايك وتخلوا لي كومنتير. نلتقي مع وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.